العيد خلاص على الابواب، وكل سنه وحضراتكم طيبين. عايزين بقى كده حاجه خفيفه على الفطار نكسر بيها صيامنا، يبقى مش هنلاقي احلى ولا اجمل من القرص القمر دي. حابه برضو اوريكم التسويه بتاعتها، ما شاء الله. دي اللي بالعجوه اهي، حلوه قوي. ودي القرص الساده، اللهم بارك. بصوا هشه ازاي ومفرغه من جوه وطريه. تاكلها كده مع شويه مربى، تاكلها كده مع حته جبنه، بتبقى جميله مع شويه عسل. وعملت كده برضو مربى الفراوله القمر دي، عملتها بكل سهوله، ما خدتش معايا وقت خالص. اتمنى ان انتوا تجربوها، فعلا جميله قوي. تعالوا بقى كده نشوف المقادير والطريقه. ده كده كيلو من الدقيق، ده دقيق متعدد الاستخدامات، طبعا انا نخلته. ومعايا كده نص كيلو من اللبن الرايب، اللبن ده انا مروباه. ومعايا كده 200 جرام من السمنه، انا مسخناهم كده على عين البوتاجاز، مدفياهم بس. وهحط كده نص معلقه من الملح، نص معلقه كده من البيكنج باودر. وابدا بقى كده اقلب، بسم الله. هنزل بقى كده، دي كوبايه كان فيها معلقتين من الخميره على 3 معالق من السكر. بس اهم حاجه ان احنا نجرب الخميره عشان نتاكد اذا كانت الخميره نشطه ولا لا. ما ينفعش ان احنا نحطها على الدقيق على طول. لو حسيتي ان العجينه كده سايله وفيها سوائل كتير، حطي شويه دقيق. لو حسيتي ان العجينه محتاجه سوائل، حطي شويه لبن. مش عايزين اي حاجه توقفنا، كل حاجه في ايدينا نقدر ان احنا نظبط بيها العجينه. نعجن بقى كده. كده خلصت العجينه اهي، ما شاء الله اللهم بارك. العجينه ما شاء الله بتبقى لينه كده وحلوه. هغطيها بقى، غطيها بورق استرتش او باي كيس عندك. هحطها بقى في مكان دافي، انا بحطها بصراحه كده تحت البطانيه. هحطها بقى لمده نص ساعه كده عقبال ما تخمر. تعالوا بقى على ما العجينه تخمر. معايا كده ده كيلو الا ربع من الفراوله، كان عندي في التلاجة. بصوا المية اللي نازلة منه، عشان ده عندي من امبارح في التلاجة، فنزل طبعا ميته. هحط عليه كده كوباية من السكر، لان انا مش عايزاها تكون مسكرة قوي. وابدأ كده اغلف الفراولة بالسكر. تفرق في ايه ان الفراولة يكون فيها مية او ما فيهاش مية؟ طبعا في التسوية في المربى. لو هحطها كده ما فيهاش المية دي، تسوية المربى بتكون على نار هادية خالص زي الشمعة. هحطها بقى كده تستوي على البوتاجاز على نار عاليه، لان كده كده فيها الميه بتاعتها. وكل ما تطلع ريم هشيل الريم كده بالمعلقه. تمام. وبعد ما تستوي هحط عليها نص معلقه من ملح الليمون، لان ملح الليمون هو ده الماده الحافظه اللي هتحفظ لي الفراوله. لو عايزين الطريقه ادق من كده، هحط لكم اللينك بتاعها برده في التعليقات. كده العجينه ما شاء الله اللهم بارك خمرت اهي. هبدا بقى كده اهبطها. هدهن الصاج كده بقى دهنه سمنه، بقطعها بقى قطع صغيره. وابدا بقى المها بايدي واعملها كده كده بالشكل ده. احلى حاجه كده بقى في فطار العيد الصبح، حاجه خفيفه. بنبقى لسه متعودين على الصيام، نجيب القرص دي كده، واقوم لماها بقى كده من ورا، واقوم واخداها كده بين ايديا واقعد الفها كده بالشكل ده. انا هعمل نصها بالعجوه ونصها ساده، عشان اللي حابب ياكل بالعجوه كده من غير مربى من غير جبنه، ياكل بالعجوه بتبقى جميله برضو. هبدأ بقى كده اعملها كور صغيرة بالشكل ده. هعملها بعدد القرص دي، عشان انا هعمل صاج بالعجوة وصاج من غير عجوة. واقوم مبططة كده حتة العجوة بالشكل ده، واجيب القرصة واقوم فردها كده، واقوم حاطة فيها العجوة كده مبططة، عشان لو حطيتها كرة مش هتبقى في العجينة كلها. واقفلها تاني واركنها بقى تخمر براحتها. هعمل معاكم كمان واحدة. هبطط حتة العجوة كده، هبطط كرة العجوة كده بالشكل ده. هزود العجوة شوية لان ولادي بيحبوها في القرص. واقوم جايبة القرصة وافردها كده، واقوم جاية عاملاها كده.
واقوم عاملاها على القرصه كده، والف بقى القرصه تاني اكورها عشان اسيبها تخمر. هخلص الصاج كله بالطريقه دي. كده القرص خمرت معايا اهي. هبدا بقى كده بططها، بس احاول اسيبها تخينه شويه، وهسويها بقى على اعلى درجه حراره. مسخنه الفرن مسبقا قبلها كده ب10 دقايق، مشغله من تحت بس، مش بشغل الشوايه غير في الاخر خالص. وهحط بقى كده دهنه سمنه على الوش. حابه تحطي زبده بلدي حطي، حابه تحطي اي نوع سمنه. انا حاطه سمنه فرن. دي كده بقى القرص اللي هي بالعجوه. هبدا بقى كده اعلمها برضو السكينه بالشكل ده زي الافران الفينو. كده ما شاء الله اللهم بارك. طلعت القرص وحطيتها كده في حاجه كبيره، وحطيت تحت ورق زبده، وكنت مغطياها كده بالمفرش السيليكون. هحطها بقى كده في كيس واحطها في الفريزر على طول. الكميه اللي طلعت لي كده من كيلو دقيق. احلى حاجه ان احنا نعمل كل حاجه في البيت، ما شاء الله الحاجه بتطلع معانا كميه. ودي كده المربى هي. برجع احطها كده في علبه واحطها في التلاجة، تبقى مع الفطور كده مع القرص اللي هي الساده. اهم حاجه في خطوه التسويه ان انت تكوني معليه النار خالص، وما تشغليش الشوايه غير لما القرص تاخد كده تسويه من تحت بالشكل ده، عشان القرص دي لو هديتي عليها النار بتنشف معاكي. كده بقى خلصت وصفتي النهارده. اتمنى كده تدعموني باللايك والشير، وتدعموني كده بكلمه حلوه، وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.